السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد والنور عليكم. لو أول مرة تشوفيني معاكي مطبخ رشا غمري، خشي اشتركي في القناة ودوسي لايك وشير عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد. احنا هنعمل معانا النهاردة رز بلبن بطريقة سهلة وتحفة جدا. هي على طريقة أمي، بس احنا هنزود لها طبعا تركتين كده كانوا زمان ما بيحطوهاش خالص. ماشي، وهنعمل كمان جزء منه في الفرن اللي هو فرن. ان شاء الله يعجبكم، هتجربوه بالوصفة دي وان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو ونشوف المقادير، صلوا على النبي. ماشي، انا معايا هنا حطيت بقى على النار كوبايه رز. طبعا انا غسلتها كويس بس ما نقعتهاش لان انا عايزه نسبه نشا بسيطه منها. فانا هقول لكم طبعا في الفيديو ليه يعني عايزه نسبه النشا. ومعايا هنا 2 كيلو لبن، طبعا معلقه بردك عليه بس موطيه قوي قوي لحد ما الرز يستوي. انا بحط لكل كيلو لبن نص كوبايه رز، يعني انا كده حاطه هنا كوبايه كامله من الرز على 2 كيلو لبن. ماشي، ومعايا بقى هنا هو معايا دي القشطه اللي هي وش اللبن. ماشي، ومعايا سنه فانيلا اهي، وثلاث معالق كريم جانتيه، وثلاث معالق حليب بودر، ومعلقه كبيره نشا. انا عشان ما عنديش الا المعلقه دي نشا، فعشان كده بقول لكم هبقى محتاجه شويه نشا من الرز وهو بيتسلق عشان كده. ومعايا كوبايه ونص سكر، والسكر ده طبعا حسب يعني ذوقك انت بتحبيه مسكر بتحبيه دلع. احنا بنحبه وسط بصراحه، ولا مسكر او ولا دلع. والتركايه بقى المهمه اللي انا هحطها عليه اللي هي ماء الورد، هحط شويه صغننين. جربيه كده وان شاء الله ان شاء الله يعجبك. ماشي، انا هنرجع بقى للي على النار ونشوف هنعمل ايه. ماشي، بصوا انا الرز معايا خلص اهو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا زي ما انا قلت لكم ان انا عايزه اسيب فيه نسبه نشا لاني عندي شويه طبعا نشا صغننين. بصوا ادي شكله اهو. طبعا انا هضيفه، وبرده قلت لكم ان انا موطيه خالص على اللبن لان ما ينفعش يبقى هو ساقع وانزل عليه بالرز. فطبعا هنزل عليه كله كده بالراحه. ماشي، هحطه كله معايا هنا على اللبن. وبعد كده هنزل بقى بالقشطه واللبن البودر والكريم جانتيه والسكر. طبعا انا امي الله يرحمها كانت بتعمله بنفس الطريقه دي كده بالظبط، بس طبعا ما كانش ولا في كريم جانتيه ولا لبن بودر، يعني الحاجتين دول لسه احنا بنضيفهم جداد بصراحه. ماشي، انا هضيفه كله كده. بسم الله. انا كل ده وانا قايده على اللبن. ماشي، بس موطيه عليه خالص علشان برضو تخلي بالك عشان ما يفرش منك. وابتدي انا اقلب فيه كده وانزل بقى بالحاجات بتاعته. ماشي، انا معايا القشطه اهي هنزل بيها. القشطه دي انا لما بجيب بقى لبن وكده بشيل الوش بتاعها. بتنفع بصراحه بتعملي بيه اي حاجه. انا كل ده طبعا وانا موطيه النار خالص. هنزل بقى بالسكر. ماشي، انا هحط الكوبايه، ولو احتجت النص اللي انا شايلاه على جنب برضك هحطه. احنا ما بنحبوش بصراحه اللي هو بيبقى مسكر يجزع النفس، لا اللي هو الوسط ده بيبقى احلى. ماشي ماشي، وهضيف معايا الكريمه اهي كمان، ده كريم جانتيه اهو. ماشي، ضفت الكريمه كلها اهي. بس انت هتدنك تقلبي كويس علشان النشا اللي في الرز ما تكلكعش معاكي في الحله من تحت. ماشي، انا بقى هدوب شويه النشا في ميه، وهدوب بردك الكريم اللبن البودر. ماشي اهو. ماشي، هنزل بردك باللبن بالراحه كده اهو. ماشي، واقلب علشان بس ما يكلكعش منك. يعني اول ما يختفوا حطي غيره، بدل يعني ما ادوبه وانت حابه ان انت تدوبيه في معلقتين لبن. ماشي، دوبيه في معلقتين، قصدي في معلقتين ميه، دوبيه في معلقتين ميه عادي. لكن النشا انا هدوبها طبعا في معلقتين ميه. هدني بقى انزل بيه كله كده اهو واقلب لحد ما يختفي خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا برضو لسه ما شفتش السكر بتاعه،
هشوفه لو حطيت نص الكوبايه اللي معايا هقول لكم برضو. ماشي، انا دوبت اهي معلقه النشا في معلقه ميه، هنزل بيها كده اهو. وانا استكفيت بكوبايه واحده على فكره من السكر، لان ما شاء الله طعمه كده حلو، مش هحتاج نص الكوبايه التانية يعني. يعني انا كده استكفيت على ال2 كيلو لبن، هي كوبايه واحده سكر. برضك انت وراحتك وشوفيه. انا دلوقتي بقى هضيف سنه فانيلا صغننه، وهضيف ماء الورد بس في الاخر خالص بقى لما يتقل شويه. ماشي، بصوا انا كده فاضل لي يعني بتاع دقيقتين وهطفي عليه. فبقى ايه في الوقت ده انا هضيف ايه بتاع معلقه كده. ماشي، دي معلقه اكل يعني، مش المعلقه دي كلها. هسيبه بقى دقيقتين 3 كده وهطفي عليه، وهجيب لكم بقى واحنا بنغرفه مع بعض. الطواجن اللي انا هعمل فيها، اللي هدخله تحت الشوايه او اللي هعمله بالمسدس، عشان بس ده البورسلين اللي انا هخليه فرنه. ماشي، انا هعبيه معاكم اهو. ماشي، بسم الله. طبعا انا مش هينفع نعمل في اي حاجه لحد لما يبرد تماما. ماشي، انا هوري لكم واحد كمان اهو. بسم الله. ماشي، انا هعبي بقى معايا الرز بلبن وهوريه لكم بقى في الاخر. انا الرز اللي انا هعمله فرنه او وشه محروق، بصوا انا هرش دلوقتي عليه سكر عادي من بتاع النسكافيه اهو. ماشي، هرشه كده. هو طبعا هيجي يعني برد يعني خالص، ما ينفعش وهو سخن. هتلاقي السكر ده خده ونزل لتحت. ماشي، بحط نسبة سكر صغننة يعني مش كتير، لان طبعا الرز بلبن سكره مظبوط. ماشي، برشرشه كده اهو. كذا واحد كده هعمله معاكم. طبعا انا هعمله بالمسدس. لو انت ما عندكيش المسدس بيتحط عادي خالص، تولعي الشوايه وبيتحط تحت الشوايه، هيطلع لك برضو بالشكل ده. ماشي، بصوا انا رشرشت عليه السكر ازاي. ماشي، المسدس معايا اهو. بصوا مركزي احرق فيه كده اهو. انت بقى حابه تزودي عن كده ان هو يتحرق اكتر من كده عادي، ما يعني ما تخافيش، لان هو كده كده ده بورسلين. طبعا هو بيتعمل اصلا يعني هو كده اكنه جاي من زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. بس طبعا هما بيبقوا حاطينه اكيد تحت الشوايه، مش هيعملوه بالمسدس ده. هو بس المسدس ده ان هو بيسهل عليك ان انت لو عايزه تحمري اي وش حاجه بتحمر معاكي في ثواني. لكن هو لو مش موجود مفيش اي مشكله، انت هتروحي حاطه على طول الرز بلبن زي ما انا ما عملته كده تحت الشوايه على طول، هيبقى معاكي كده. ماشي، هعمله بقى كله زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده وارجع لكم. الرز خلص معايا اهوت. انا كده بقى سبته طبعا ليله كامله في التلاجة، بيبقى احسن طبعا. دوت اللي هو الفرن، اللي هو تدخليه الفرن او تعمليه بالمسدس عادي زي ما شفتيني. وهو بقى اللي هو العادي. بصوا وشه مكرمش اهو، انا هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوه. ماشي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله.